السلام عليكم خوتي خواتاتي، مبروك عيدكم سعيدوا تعودوا ان شاء الله. اليوم غادي ندوي لكم على واحد الواقعه وقعت في السبعينات في واحد الدوله عربيه، على واحد الشاب نشأ يتيم عايش غير هو والام ديالو في واحد الكوخ مبني غير بالخشب. هذاك الولد مسكين عايش هو وامه اللي جابها في النهار تياكلها هو والام ديالو، تيمشي يخدم حمال في السواق. كل نهار تيمشي ملي تيكون غادي تيقول ليها عافاك امي دعي معايا، تتبقى مسكينه تدعى معاه كل نهار. واحد النهار فاق في الصباح كيف العاده، لبس حويجاتو فطار، قال لها امي دعي معايا انا غادي نخدم الا جاب الله. بقات مسكينه تدعى معاه، مشى غادي للسوق، غادي في الطريق هو يلقى واحد المحفظه. هذيك المحفظه حلها لقى فيها واحد المبلغ محترم. داك المبلغ غادي يعيش به هو والام ديالو معززين مكرمين، يشري الدويره، يدير شي مشروع باش يعيش به هو والام ديالو. هز ديك المحفظه غادي طاير للدار، غادي تيجري فرحان. دخل عندها امي انا لقيت واحد المحفظه فيها الفلوس، غادي نعيشو مزيان. هذه هي تبدا تضحك، قال لها علاش تضحكي؟ قالت لي تنضحك عليك ولدي على المحفظه اللي لقيتي. فين لقيتيها؟ قال لها امي لقيتها في السوق. قالت لي هو شوف ولدي، غادي تمشي عند الفقيه الفلاني، غادي تمشي عنده وغادي تقول ليه راني لقيت محفظه في السوق، واش ناخذها ولا نبقى نسول على مالها حتى نلقاها؟ قال لها واخا امي. مشى للسوق، مشى عند الفقيه، قال ليه راني لقيت واحد المحفظه فيها الفلوس ودابا قول لي شنو ندير. قال ليه الفقيه غادي تمشي للسوق، غادي تبقى تقول يعني تغوت وتقول لهم شكون اللي ضاعت لي شي حاجه، واللي جا قال لك المواصفات ديال المحفظه وشحال فيها عطيها ليه. قال ليه واخا. مشى الدري مسكين للسوق، مشى النهار الاول تيغوت شكون اللي مشات ليه شي حاجه. تيجيو عندو الناس مشاو ليه، يعني غير شي تمشي لهم غير شي حاجه بسيطه، تيقول لهم لا، ما بغاش يقول شنو. نهار الاول هكاك، نهار الثاني هكاك، نهار الثالث بداو تيجريو عليه التجار تما، قالوا لي صدعتي لينا مخنا، كل نهار تجي تغوت، صدعتينا. وجراو عليه هو يمشي لدارهم. اش دار؟ قال لمو انا غادي نهز باش نشري واحد الطوموبيل ونبقى نخدم بها ونقرب الفلوس حتى يبان مول المحفظه. قالت لي صافي ولدي دير شنو بغيتي. هز الفلوس هو يمشي هو يشري واحد الطوموبيل. هذيك الطوموبيل بقى تيهز فيها الناس، يهز البضائع، يبقى يتنقل من هنا لهنا. دري صافي ولا مسك عليه الله شويه، يا الله كل نهار هكاك عاش هو وميمتو بخير شويه. المهم ما بقاوش كي كانوا. واحد النهار جاي في الليل وهما يشيروا ليه واحد جوج رجاله، هو يوقف ليهم. قالوا ليه غادي تهزنا، غتوصلنا البلاصه الفلانيه وديك البلاصه مقطوعه ونعطيوك شحال ما بغيتي ديال الفلوس. قال لهم واخا. طلعوا هادوك الرجاله هازين معاهم الفاس، داكشي ديال الحفير، البالا والفاس. المهم هو شاف داكشي صافي ميك، بقى غادي بيهم. يلا وصلوا لواحد البلاصه وما يقولوا لي وقف لينا هنا وغادي نرجعوا. وقف تما وهما يمشيو، هما يجيبوا معاهم واحد السيده، وجاو ديك السيده لابسه المهم دايره الخمار كلشي كحل، ما تيبان لا يديها لا رجليها لا وجهها لا والو. داروها ركبوا وداروها وسط منهم. هو قالوا ليه يلا زيد. وصلنا لواحد البلاصه مقطوعه
ما المهم هو عارف ديك البلاصه غير الصحراء وما كاين مساكن حتى تما. هو يبقى غادي وتيفكر كيفاش هادو مشاو جابوا المراه وداروها وسط منهم وهازين الفاس والبلاء، اذا كاينه شي حاجه. شويه هو يسمع واحد الانين بحال البكا ناقص، هذيك السيده مسكينه تبكي. هو يبقى تيفكر تيقول ضروري خصني نوقف، ما يمكنش، خصني ندير شي حاجه باش هاد السيده ننقذها منهم، غادي يديروا ليها شي حاجه، ما يمكنش شي حاجه كاينه. هو وقف الطوموبيل، دار راسو بحال خسرات، قال لهم سمحوا لي انا غنهبط نشوف الطوموبيل مالها راه خسرات ليا. هو يهبط، هو يحلها من القدام وبدا زعما دار راسو تيقلب تيشوف. هو يسد الباب من القدام وهو يطلع ويقول لهم الله يخليكم ما تهبطوش، دفعوا بيا باش تمشى الطوموبيل. قالوا ليه هما يهبطوا دوك الرجال بجوج، وهما مع الدفعه دفعوا الطوموبيل، هو كسيره ومشى. دابا المشكل مع كانت الظلمه ما شافوش مزيان في وجهه وما شافوش الماتريكيل ديال الطوموبيل. هو يمشي مشى بقى غادي حتى وصل دخل على امه، دخل ديك المراه، هذيك المراه مسكينه غير ساكته غير حتى تشوف، دخلها على امه ويقول لها امي هاد السيده راني نقدتها من الموت ودابا خليها معانا حتى نشوفوا قصتها شنو. قالت ليه واخا ولدي مرحبا بها. هو يبقى الدري بقى تيمشي تيخدم غادي جاي يمسك عليه الله، غادي جاي الخدمه حتى دار ديك السيده عندهم 3 شهور 3 شهور بالحساب. هو يجي من الخدمه هو يقول لها شوفي بنت الناس دابا كملتي معنا 3 شهور ودابا غادي تعاودي لينا قيستك، بغيتي بخاطر وهذاك ما بغيتيش، المهم خاطرك هذاك وهانتي معانا. قالت ليه ما عندي حتى مشكل نعاود ليكم. وشنو قصتها؟ هذيك البنت قال لك في القبيله ديالهم باها هو شيخ القبيله، والبنت زوينه عندها صحاباتها، كاينين صحابات اللي تيبغيوها كاينين اللي لا، تيتجمعوا دوك الصحابات ويمشيو للساقيه باش يسقيو الماء. واحد النهار مشاو تيبقاو يضحكوا غاديين يضحكوا جايين ويضحكوا، مشاو للساقيه سقاو الماء تمو راجعين غاديين تيهضروا ويضحكوا. دايز في جنبهم واحد الشاب داز من حداها هي، هو يوقفها قال لها اختي نسولك، تيسول فيها على شي حاجه، هي وقفت معاه، هما البنات زادوا وقفت معاه وتتوريه، تيسول فيها فين جات ديك حاجه، هي تتوريه تتنعت ليه، تعطلات شويه معاه، هما غاديين ولكن باقا البنت تتبان ليهم مره يتلفتوا يشوفوها. مشاو البنت صافي سالات مع الدري، مشات خلطت عليهم صافي مشاو. اش ناضوا قالوا في القبيله؟ قالوا بان البنت راه عندها علاقه مع شي شاب وراها يعني ما مزياناش، وباها مرضاش مع شيخ القبيله، مرضاش خوتها مرضاوش. ملي مرضاوش قرروا دوك الخوت باش يقتلوها، وعيات مسكينه تحلف ليهم، عيات تحلف لباها بالمصحف وباليمين والو، قال ليها ما غاديش تبقاي هنا. هي هذيك خوتها قرروا باش يقتلوها، هما هذوك جوج خوت اللي هزوها ومشاو بهادشي يقتلوها. صافي هو يقول لي هذاك الولد قال لي دابا بنت الناس ملي عاودتي لي قصتك انا عجبتيني بغيتك ونزوج بك على سنة الله ورسوله. قالت لي صافي واخا موافقه. تزوج بها ولدوا ولدات جوج ولاد وبنت. 5 سنين اللي عاشت معاه، واحد النهار جا من الخدمه جا لقاها تتبكي، قال لها مالك يا بنت الناس واش تقلقتي من شي حاجه؟ قالت لي لا. واش خاصك شي حاجه؟ لا. ضراتك شي حاجه؟ دارت لك امي شي حاجه؟ قالت لي لا حتى حاجه
ما دايرينها ليا نتوما، عايشه بخير الحمد لله، ولكن توحشت امي وبا وخوتي. هو يقول لها صافي هذا هو. قال لها قولي لي فين القبيله ديالكم وشكون باك ونعتي ليا وانا غادي نمشي. قالت ليه واخا، وهي تنعت ليه. هو يمشي مسكين، مشى نيشان لديك القبيله غادي وتيسول فين هو دار الشيخ فلان. نعتوا ليه للدار، مشى دق قال لهم بغيت فلان، واش كاين الشيخ قبيله فلان؟ قالوا ليه هيه. دخل وما عندهم واحد المهم الصاله تيجمعوا فيها كاع الريوس ديال القبيله، وتيبركوا يهضروا ويضحكوا. وهو برك في الاخر هما في واحد شادين واحد القنت باركين يهضروا ويضحكوا مجمعين على شي حاجه، هو مريح تيتصنت ليهم. ملي سالاو هو يشوف فيه الشيخ ديال القبيله الاب ديال البنت. قال ليه مالك ولدي شنو بغيتي؟ هو يقول لي شوف انا راه جاي من البلاصه الفلانيه ودابا غادي تعطيني الامان باش ما توقع لي حتى حاجه، غنعاود لك شنو كاين. قال ليه واخا ولدي انا اعطيك الامان. هو يقول ليه من قبل 5 سنين هادي هاد 2 دراري ما كانوا مع باهم دوك الولاد وقفوني وكانوا هازين فاس وهذا ناويين يقتلوا اختهم، وهما يوقفوا دوك الدراري بجوج. قالوا ليه انت هو؟ قال لهم ايه. هو يقول ليه هيك عطيتيني الامان. قال ليه صافي عاطيك الامان ما تخاف حتى من حاجه. قال لي شوف بنتك راها شريفه عفيفه وراني انا دابا مزوج بها والد معاها 2 وليدات وبنت. هو يجي وهو يعنقو قيبوس فيه ويعنقو. قال ليه دابا حمرتي ليا وجهي، كنت نتسنى غير في هاد الهضره، يعني كنت نتسنى غير مهم مع السيد مسكين كان حشمان من الرجاله ديال القبيله تيتحب نتوما مزيانات. وفرحوا بيه حتى خوتها. وقال ليه باه فينا هي دابا؟ قال ليه انا غنمشي نجيبها لك دابا. ومشى مسكين وجابها. وهذاك باها ما كلاش بغى يطلق منهم، قال لهم والو، قال ليه جيب امك وغتعيشوا معايا هنا في الدار. وفعلا داكشي اللي دار، وعاشوا كاملين بامان. والبنت مسكينه فرحانه وبقات عايشه مع والديها. وهذه هي قصتنا والحمد لله. شوفوا الدري، شوف سبحان الله، شوف ربي ملي يبغي الواحد شي حاجه. ها الدري تنقذ من الفقر، ها البنت هي مسكينه شو نقذها ربي من الموت. والحمد لله. وهذه هي قصتنا. وباي باي عليكم، سلامه.